تعالوا اما اقولكم النهارده على تتبيله قويه للفراخ المشويه. هحتاج لبصله كبيره او بصلتين وسط، ومن 3 ل 4 حبات طماطم، وقرن فلفل حامي او رومي. وبقطع البصل والطماطم والفلفل، واحط كل الخضار في محضره الطعام، وهزود عليهم 5 فصوص من الثوم ومعلقه كبيره ملح، وبفرمهم مع بعض لحد ما الخضار ينزل ميته، وبعديهم على مصفى سلق. هجيب طبق وهنزل فيه ميه الخضار، وهزود عليهم 3 معالق كبار من الخل، وعصير ليمونتين كبار، ومعلقتين كبار من الكاتشب او معجون الطماطم، ومعلقتين كبار من صوص الباربيكيو. واحتاج لكوبايه زبادي، وهزود معلقتين كبار عسل اسود، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، وهضيف معلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقتين كبار هوت صوص. والتوابل هحتاج معلقه صغيره من الحاجات دي: فلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات فراخ وزعتر، وكمان معايا نص معلقه صغيره من السماق، ونص معلقه صغيره من بودره الزعفران او كركم، ومعايا كمان معلقتين كبار ملح ومعلقتين كبار من البابريكا. وهزود كمان مكعب مرقه دجاج. بضيف التوابل وهفرك مرقه الدجاج، هي توابل المشويات، وهاخد منها معلقه كبيره، وهنميكس كله. كميه التتبيله دي بتقضي معانا من فرختين ل3 فرخات. طبق وهنزل فيه الفراخ بعد ما خرمتها وعملت لها فتحات بالسكينه. هحط اول نصين وبنزل عليها شويه من التتبيله، باخد كل جنب من الفراخ وبدعكها بالتتبيله كويس، وبعمل لها مساج بالشكل ده، وسبتها ليله في التلاجة. وقبل ما بسويها بزود عليها ربع كوبايه زيت نباتي و3 معالق كبار من الزبده اللينه. باخد الزبده وبدعكها على الفراخ بالشكل ده.